عالسلامة، شكون فيكم يعرف شنو صار في مقبرة الجلاس سنة 1911؟ اليوم باش نحكيو على أول انتفاضة شعبية كبيرة ضد الاحتلال الفرنسي، اليوم باش نحكيو على أحداث الجلاس. الجلاز هي مقبرة موجودة في العاصمة تونس، ويعود بنائها للعهد الحفصي نسبة للشيخ محمد بن عمرو بن تاج الدين الجلاد. والحكاية بدات على خلفية قرار صدور من سلطة الاحتلال الفرنسي اللي ينص على أنه مقبرة الجلاز باش تولي ملكية فرنسية. والجلاز ماهيش مجرد بلاصة وإلا مجرد مقبرة، الجلاز تمثل هوية وتاريخ وتمثل ذاكرة تونس المناضلة. ونهار 7 نوفمبر 1911 توقت قوات الاحتلال مداخل ومخارج المقبرة، وبدات تاخذ في القياسات باش تبدا في إجراءات تحويل الملكية. فالناس غضبوا وخرجوا واحتجوا، والأجواء كانت مشحونة برشا. ووقت الدفينة متاع أحد الموتى تلمت الناس وبدات الاحتجاجات، وانتشر الغضب في صفوف التوانسة اللي اعتبروا القرار تهديد لهم ولدينهم ولبلادهم. صارت مواجهات كبيرة بين التوانسة والفرنسيس والجالية الإيطالية اللي كانت متحالفة مع الاحتلال الفرنسي. ومع تطور الأحداث سقطوا عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وتم إيقاف قيادات من حركة شباب التونس. فرنسا كعادتها زادت في القمع وحاكمت 74 تونس، تم الحكم بالإعدام على 7 منهم وبالأشغال الشاقة على 18. والإعدامات صارت بالمقصلة في ساحة باب سعدون، ومن أشهر الأسماء اللي تم إعدامها محمد المنوبي المعروف بالجرجار. أحداث الجلاز أكدت لفرنسا أن التوانسة ما عادش خايفين وما عادش ساكتين على الظلم والقمع. أحداث الجلاز ما كانتش دفاع على مجرد مقبرة، بل كانت دفاع على الاستقلال والحرية والسيادة الوطنية.